ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، ينزل القناه تكبر بيكم ان شاء الله. ان شاء الله النهارده هنعمل بليله حمص او حلبسته. تمام. طيب عشان نحتاج ان احنا نعمل بليله الحمص دي، هنحتاج ليه بليله من عند العطار، وهننقعها قبليها يا ب5 ساعات يا قبليها بليله كامله. انا نقعتها قبليها بليله كامله. غسلتها كويس خالص مره واتنين وتلاته عشان تنزل كل التراب اللي فيها، وبعدين حطيتها في ميه نضيفه وسبتها لتاني يوم. تمام. هنا تاني يوم بقى جبت حله وحطيت فيها ميه من الحنفيه عادي، ونزلت بيها بالبليل الحمص بتاعتنا ورفعتهم على النار. تاخد غلوتين 3 كده، وهنشيل كل الرغاوي اللي بتطلع من على الوش عشان دي بتبقى حاجات مش مستحبه، فاحنا بنشيلها. طيب وبعد ما تاخد الغلوتين دول، فهنزل ب طماطميتين في الخلاط او في الكبه المتوفر عندك، وهنضيفهم على البليله. تمام. هنزل عليها، هنبهرها بقى بملح وكمون كزبره، شويه من البابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وهنزل عليها بربع فنجان من الخل وعصير ليمون. تمام. هنقلب كل الكلام ده مع بعض، وهنديها هنديها غلوه كمان لغايه لما تستوي، وكل المكونات دي كل الطعم، كل المكونات تدخل في بعض والطعم بتاعها ياخد من بعض. تمام اهو كده. وقت التقديم، فهجيب بولات او كوبايات كبيره اللي متوفر عندك تقدمي فيه. هنزل بيه الحمص كده بتاعنا، وهنزل بيه الشوربه او الميه بتاعه البليله بتاعتنا، وده شكل الكوبايات بتاعتنا زي ما بنجيبها من بره. وكده هنحط شرايح ليمون للتزيين، واللي عايز يزود يعني اهو. منظرها يفتح النفس بجد، تحفه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وهي طبعا حلوه للشتا اللي احنا فيه ده دلوقتي اهو. مع السلامه حبايبي، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.